من المغامرين، ومن كندا ينطلق حتى يصل إلى جنوب إفريقيا ويمر بالسودان. والهدف من هذا الطواف ليس هدف رياضي فقط، وإنما أيضا هدف سياحي وتثقيفي لمعرفة العديد من البلدان ومعالمها. صباح اليوم مر هذا الطواف، وصل وادي حلفة ومن هناك وصل إلى الخرطوم، وكاميرا جون كانت موجودة وغطت هذا الحدث الكبير اللي بنتابعه أمامنا، الطواف العالمي للدراجات، واللي حيعبر السودان باتجاه جنوب إفريقيا وحيمر بعدد من الدول الإفريقية. حيكون معنا عبر الهاتف نائب رئيس الاتحاد السوداني للدراجات الأستاذ أبو عبيدة البقاري عشان يكلمنا أكثر عن هذا الطواف ومروره بالسودان، وخاصة أنه يعتبر واحد من الأحداث الرياضية الكبيرة اللي يعني تمر في البلاد. وزي ما بنقول مرة ثانية، كاميرا جون هي كانت الوحيدة اللي استقبلت هؤلاء الدراجين وغطت هذا السباق اللي بنشاهده أمامنا على الشاشة. طيب محمد، احنا يعني حيكون عندنا إفادة من مرشد وزارة السياحة اللي موجود كان في هذا الحدث، وبعده حيكون معنا الأستاذ أبو عبيدة البقاري عبر الهاتف نتابع الإفادة. علام عبد الرحيم بشارة، وزارة السياحة الاتحادية، مرافق لسباق الدراجات الدولي. هذا السباق رقم 11 وهو الأطول في العالم، تنظمه شركة تور دي أفريكا الكندية، ويقطع فيه المتسابقون مسافة 12,000 كيلومتر ل8 دول، ابتداء من مصر وانتهاء برأس الرجاء الصالح بكيب تاون، اللي هو البرنامج يسمى كايرو تو كيب تاون. هذا السباق هو فريد من نوعه، يضم 15 جنسية من جنسيات مختلفة، ولا شك أن لهذا السباق فوائد منها الاقتصادية ومنها الترويجية والإعلامية كبلد مثل بلدنا هذا. كما يشاع أن بلدنا غير آمن، وهنالك حروب، وبعضهم يحكي أنه يجد صعوبة في إقناع ذويه وأهله أن يعبر السودان وراكبا عجلة، ولكن عندما يأتوا إلى السودان نعمل معهم يعني انترفيو، وبعدها بعد 10 يوم أيضا نجري نفس الانترفيو عشان نعرف الامبريشن والانطباع بتاعهم عن السودان ولما سمعوه والآن هم يعيشونه كواقع. هذه فوائد ترويجية، وهم يعني بالطبع لديهم شبكة عنكبوتية ضخمة جدا يزورها أكثر من 10,000 زائر للشبكة العنكبوتية، وهذا بالتأكيد يعكس الأمن والسلام الموجود في السودان، وبيكونوا سفراء لبلدنا في دولهم، فكونهم يتحدثوا عنا أفضل مما نتحدث عن أنفسنا. أيضا هنالك فوائد اقتصادية جمة، إذ ينفقون ما يقارب عن الآلاف الدولارات، عشرات الآلاف من الدولارات للطعام والإنزال في الفنادق، ويحركون السوق والركشات والأمجادات، وهنالك حركة اقتصادية وتحريك للسوق بطريقة ضخمة جدا. فبلا شك له الفوائد القصوى، ونتمنى أن يعني تكون للدولة اهتمام بالسياحة، فبدل أن تكون السياحة يعني إن شاء الله سوف تكون بديل للبترول الذي فقدناه في بلدنا إن شاء الله. والسلام عليكم. أستاذ علام عبد الرحيم، مرشد من وزارة السياحة السودانية، حول هذا الطواف العالمي الذي يمر بالسودان. للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستقبل الآن عبر الهاتف أستاذ أبو عبيدة البقاري، نائب رئيس اتحاد الدراجات. مرحبا بك أستاذ أبو عبيدة، معنا في استوديو جون. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ أبو عبيدة، يا ريت تحدثنا أكثر عن هذا الطواف العالمي اللي مر صباح اليوم، وصل السودان ووصل للعاصمة الخرطوم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا لقناة جون التي أعتقد أنها هي القناة الوحيدة التي قامت بتصوير هذا الحدث. والطواف ده أصلا بيتم سنويا،
وللمعلومية أو المعلومة الإضافية أنه أصلا رئاسة الاتحاد الدولي للدراجات هي كندا، ولذلك أن الطواف دائما بيجي عام من كندا عابر كل هذه الدول إلى أن ينتهي في جنوب أفريقيا. وطبعا الدراجة يعني هي ذات من الأشياء من الرياضات الأساسية أو الرياضة الأولى التي تدعو إلى السلام، والرياضة التي تحمل عبء السلام بين الشعوب. والدراجة أصلا هي يعني كرياضة وكآلة يعني بيستعملوها الناس في حياتهم ليعبروا بها حتى المناطق الوعرة والمناطق الصعبة والمناطق التي لا تصل إليها السيارات وكذا. الدراجة أصلا هي يعني علاقتها بالبيئة طبعا، وعلاقتها بالسياحة، وعلاقتها بكل ما هو جميل يعني. فأنا أفتكر هذا الطواف عنده مردود إيجابي طبعا كبير جدا يعني في السودان بالذات. والدراجة أو الدراج الذي يعبر كل هذه الأماكن يعني يستطيع أنه ينقل رسالة هامة جدا جدا عن الدول التي يقطعها، إذا السودان أو دولة أخرى، عن اقتصادها، عن سياستها، عن الأمن اللي فيها. ويعني لا أخفي أن هؤلاء الدراجين الذين كانوا يأتون يعني ونقابلهم دائما على نادي النيل الأزرق في الزوارق، بيتحدثوا عن الدولة الوحيدة التي يستقبلون فيها الناس ويكرمون حتى على مستوى القادة السياسيين وكذا. السودان في بعض الدول قالوا يعني بيغزوهم بالحجارة. يعني أنا أفتكر دي ذاتها في حد ذاتها بتحسب لمصلحة السودان بشكل كويس بشكل أو آخر، وأنه يعني عمل كبير يقوم به الدراجة أو الدراجين يعني لا تستطيع أن تصل إليه أضابير السياسة أو السياسيين يتحدثوا عنها. اثنين، هذه المسألة بتكفي الناس شر الإعلام الكبير اللي هو الناس بيبحثوا عنه، أنه يوصلوا ما هو السودان ورسالة للشعوب الأخرى يعني. فهذه الناس الدراجين دي كلهم ناس على مستويات عالية جدا من الثقافة والفكر وكذا، وبيكتبوا في مذكراتهم. يعني عشان كده احنا بنقول للناس داخل السودان أنه أكرموا إفادة هؤلاء الناس، وأعطوهم المعلومات الصحيحة، وأعطوهم يعني الانطباع الحقيقي بتاع السوداني للضيوف داخل السودان، حتى هم لما يرجعوا لبلدهم يكتبوا فعلا بصدق عما شاهدوه وما لمسوه. يعني لا نطلب الناس أن يصطنعوا، لكن أن يتعاملوا معهم بطبيعة السوداني الموجودة. وكما حدث في المرات السابقة وطلعت كتب كثير جدا تحدث عن المسألة دي، لكن الناس ما قدروا يتابعوا يستفيدوا منها. لكن على مستوى الناس السودانيين المقيمين داخل كندا هم قرأوا هذه الإفادات بشكل ممتاز جدا، ولذلك يجدوا الاحترام كبير جدا جدا في كندا في إقامتهم هناك. أكيد. أستاذ أبو عبيدة، الدراجين حتختصر إقامتهم في السودان على هذا اليوم وحيغادروا مباشرة يواصلوا رحلتهم باتجاه كيب تاون، ولا حيقضوا أكثر من يوم معانا هنا في الخرطوم؟ لا حيقوموا يوم الجمعة بالمساء. أول السبت الصباح يطلعوا من هنا، وبيرافقون دائما دراجين لحد ما يطلعوا من منطقة الجلابات. حيرافقون دراجين سودانيين؟ لا، في السودان حيرافقون من هنا يعني حيرافقون حيصلوا معهم لحد الحدود ويرجعوا بس. عندكم لهم برنامج معين لحد يوم الجمعة كاتحاد سوداني؟ والله بكره ان شاء الله حنقوم بزياره بكره مع السكرتير والرئيس وكذا، حنقابلهم بكره وحنعمل لنا برنامج يعني معاهم. اتفق حسب نشوف حسب ظروفهم كذا ننظم برنامج ان شاء الله كويس معاهم، وان شاء الله حندعوكم للتصوير باذن الله تعالى. اتفق لكم نشوفوا المساله تتم بشكل من الاشكال. لكن احنا والله نشكركم كثير على الاهتمام بهذا الامر كذا، ويعني اتمنى. وبعدين طواف الدراجات دي انا بفتكر هي يعني حق الناس يكثروا منها دائما حتى بين الولايات، حتى يعني خليك من الوفود اللي تجي من خارج السودان، من بين الولايات تكون في حركه بتاع الدراجات كثيره جدا بين الناس، لانه المساله دي مردوده كبير جدا جدا. ده دوركم في اتحاد الدراجات يا استاذ ابو عبيده. بنشكرك كثير على وجودك معنا، وان شاء الله طبعا قناه جون كما عودتكم دائما حاضره وموجوده، مش بس في كره القدم وانما في كل المناشط وفي كل النشاطات اللي بتقوم بها الاتحادات الرياضيه المختلفه. شكرا لك كثير استاذ ابو عبيده البقاري نائب رئيس الاتحاد السوداني للدراجات. الله يسلمك. توفيق لكم، وان شاء الله كمان نشوف يعني الطواف داخل السودان، طواف يكون يطوف كل مدن السودان لنشر الرياضه، ويعني تعليم الناس شنو يعني سباق الدراجات ورياضه الدراجات واتحاد الدراجات، لانه
في جهل كبير باتحاد الدراجات، والناس ما عارفه شنو يعني. شمس الدين، يعني من الحاجات اللي بستغرب لها انه الاتحاد السوداني للدراجات، وده ممكن يكون يعني يقودنا لحديث طويل مع استاذ ابو عبيده نائب رئيس الاتحاد السوداني للدراجات، انه يعني منو فينا هو صغير ماسك عجله؟ يعني الدراجات بالذات عندنا هنا في السودان اي طفل بيكون